حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وستر من رب العالمين. تعالوا بقى احنا نعمل اسرع عشاء او فطار او وجبة سريعة بمعنى اصح. لو انت جعانة كده او ولادك جعانين او عايزة تخش المطبخ في الجو الحر اللي احنا فيه ده وتعملي حاجة سريعة على المشي كده وتطلعي في ثانية، هي الاكلة دي اللي بصي هي انجاز في الوقت وفي الحر وفي كل حاجة وطعمها ممتاز، لان احنا هنعمل لها تتبيلة وهنحطها عليها. مش هتقول ان دي طاسة بطاطس خالص، هتنقلها في حتة تانية نهائي. تابعي معايا وخليكي معايا للاخر وان شاء الله هتطلعي ولو بالمعلومة واحدة تفيدك. معانا شوية زيت حلوين كده. انت بكمية الزيت دي كتير لان انا عاملة 2 كيلو بطاطس، فانت تبع البطاطس اللي انت عاملاه. لو انت عاملة بطاطسية واحدة هتقللي، هتحطي معلقة زيت واحدة، ما تكتريش المادة الدهنية. انا حاطة الكمية ديت عشان انا معايا 2 كيلو بطاطس بحالهم. هنزل فيهم بفلفل الوان اللي عندي، وانزل بورقتين لوري، وهنزل بكزبرة وكمون وفلفل اسمر وكركم وتوم بودر وبصل بودر. يعني عززي الطعم في الكركم شوية عشان يديك اللون الحلو الاصفر اللي هيطلع في النتيجة بتاع البطاطس. وهتنزلي بتلات اربع فصوص توم. ما بتحبيش التوم كتير قللي التوم عني شوية، انا مكترة التوم عشان زي ما قلتلك ان البطاطس كمية. وهننزل بالبطاطس كده. البطاطس ديت كانت عندي مسلوقة. تجيب البطاطس هتسلقها على البوتاجاز وتقشريها وتهرسيها بالطريقة دي. هتنزلي على كل الخليط اللي احنا عملناه ده بالبطاطس بتاعتنا واحدة واحدة كده. واحنا لسه هنعمل لها التتبيلة اللي هنضيفها عليها دلوقتي. عاوزة تعملي التتبيلة اللي احنا هنعملها دلوقتي وتنزلي بيها زي ما انا هنزل كده، ماشي. عاوزة تضيفيها مع بعد التوم على طول تطشي التوم بالخل، برضو ده ماشي، ده ماشي معاكي وده ماشي معاكي عادي خالص ومفيش فيها اي حاجة. هنقلب البطاطس كده ونخليها تسخن مع بعضها بالخليط اللي احنا عملناه. وهنيجي في الطاسة التانية دي وهننزل بمعلقة زبدة حلو. طب الزبدة لازم زبدة، لو مش موجودة عندك يا ستي انزلي بشوية زيت عادي او شوية سمنة. بس انا دايما بحب الزبدة عشان بتعزز الطعم شوية. دي بقى ربع كوباية خل. شايفين شوية قد ايه؟ ربع كوباية. لو انتي عاملة بطاطساية واحدة هتحطي نص معلقة خل، ما تكتريش. انا عاملة الكمية دي عشان انا قايلة ان انا عاملة 2 كيلو بطاطس. هنديها طشة كده في الزبدة. اول ما ريحتها تطلع علينا هننزل على البطاطس. يا سلام على الروايح والريحة، ياهو كانت بصي كانت واصلة لاخر الدنيا. ريحتها بس كفاية، كل اللي يدخل يقول انت طبخة ايه، انت طبخة ايه، انت طبخة ايه، اقول لهم بطاطس. انا طبخة بطاطس، مش مصدقين ان انا طبخة بطاطس. فجم يشوفوا لقوا الالوانات دي كلها. شوفي الالوانات والفيتامينات اللي انت بتحطها لعيالك في قلب الطاسة او في قلب الطبق ده. وبسم الله ما شاء الله بألف هنا وصحة على قلوبكم جميعا. شوفوا يا جماعة والله الشكل بيتكلم عن نفسه. مفيش احلى من كده ولا اروع من كده. ان كانت الوصفة وشوية كزبرة كده وترشها على الوش عشان تزينيها. يا ريت بدل الكزبرة دي يبقى كرفس، يعني لو لقيتي كرفس هيبقى ممتاز جدا وهيبقى طعمه احلى كمان. وهتقلبيها مع بعضها عشان ريحة الكزبرة تخش كده مع البطاطس وتقدميها لولادك بألف هنا وصحة. وممكن تعملي كمية كبيرة وتحطيها عندك في الفريزر، يعني بخزنها كده في أكياس من بتاع اللبن واسيبها في الفريزر عندي. بطلعها على التسخين وتبقى جاهزة. يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم وتكون الوصفة عجبتكم، وقومي يلا طبقيها وقولي لي رأيك في الكومنتات. واعملي لي لايك واشتراك في القناة عشان يوصلك مني كل جديد. مع السلامة، فيديو جديد ان شاء الله. باي.